صباح الفل. كلام يهمك في واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا، ماسك الدركسيون بتاع كل حاجة، القيادة بتاعت الاتجاه الصحيح بتاع أي عمل. القائد أو المدير العام أو المدير أو صاحب السلطة على لو حتى 3 أشخاص، لو حتى على أسرة. الموضوع أصبح فيه مشكلة كبيرة جدا جدا في انه في معظم الوقت هو مش فاهم، او ما عندوش الاساسيات بتاعت انه يقيد او يعمل قيادة او يدير، او بيستخدم سلطتها بشكل خاطئ كتير جدا. مثلا اول ما يترقى، انت ميعاده 8، الاستاذ لسه ما جاش، المدير العام لسه ما جاش، ده انت المفروض، ده انت اول ما تترقى المفروض تروح 8 ل 5، 8 ل 10، 8 ل ربع، تروح بدري، تروح اول واحد. ما ينفعش انك انت تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. وما تقولش الواحد انت مش لابس انت مش جاي في ميعادك، او انت مش لابس اليونيفورم وانت مش لابس يونيفورم. ما ينفعش تلزم واحد بسيستم وانت حضرتك مش ملتزم بيه. يمكن انا حتى انا بقول مثلا عندنا في موضوع شجر الدر، انا ما عنديش حاجه، ما هي قواعد اداريه ثابته، شخصيه ما يؤكل وليست شخصيه من ياكل. مين اللي بياكل انا ما يخصنيش، انما اللي هياكل ايه ده يخصني انا. ايا من يجتمعوا في الامم المتحده، دايما بقول كده، ايا من يجتمعوا في الامم المتحده، اذا كان عندي الملوخيه هياكلها زيها زي اللي هياكلها عامل النظافه، وكلهم على راسي. فالقياده مش انك انت تكسر القاعده. مش انا مثلا مرات زوجتي تكلمني واحنا في عندنا الانتظار مثلا، قوائم الانتظار في شجر الدر، ما تقدرش زوجتي تتصل عشان تاخد دور حد، مستحيل، خارج نطاق النقاش. ممكن بدري ولا غيره، تحط بدري ولا تكلم المدير من بدري، لكن هتاخد دور حد، ده خارج نطاق النقاش. موضوع انك انت تقول لواحد ما يعملش حاجه وانت تعملها، فانت بتفقد اهم صفات القياده. فالقدوه، القائد لما ما يكون لو مش هيبقى قدوه بالنسبه للي بيشتغلوا معاه، عمره ما يوصل لحاجه. ولذلك حتى يقول لك ايه، ليد باي اكزامبل. بس ده ليد باي اكزامبل ده انجليزي، يعني خليك انت المثل وانت بتقود. بس تعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم، لما ذبحوا شاه، فواحد قال عليا ذبحها، والتاني قال عليا سلخها، والتالت قال عليا طبخها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال وعلي جمع الحطب. يعني القائد خد اصعب حاجه، يعني اللي هو الرسول، اللي هو يعني ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اللي هو غير مسار البشرية، أو حط في الإنسانيات على أعلى، حط أسس الإنسانيات في الحياة على أعلى مستوياتها. لأن هو اللي قال لك الإماطة كالأذى من الطريق صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ده الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن لمن أساء إليك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فده حط أسس وقيم إنسانية للبشر كلهم، مسلم او غير مسلم، ومع ذلك هو بيلم الحطب. فانت القائد لما يجي يعمل الحاجه المخالفه، طب انت اللي معاك يعمل ايه؟ مرات يبقى واحد شيف مطبخ وهو ماشي من غير ماسك، وبيقول الواد بيقول اللي معاه الماسك، طب ازاي؟ او مش لابس يونيفورم صحيح، يقول لك طب ازاي انك انت بتقود ناس وما بتعملش الحاجه نفسها. الإدارة، الإدارة مش إنك أنت تلبس كرافتة وتعمل وبقيت في منصب. اتعلم إزاي تدي المثل الصحيح لعلاقتك بعملك، لإخلاصك في عملك. فهي من الحاجات اللي هي محتاجة كتير، وناس كتيرة قوي تفضل بيسعوا إنه يترقى، بس هو ما عندوش مؤهلات الترقية، ما عندوش. يعني في مجال الخدمات والمطاعم، كل واحد قاعد يقول لك ده أنا بقالي كام سنة. واروح مثلا مطاعم بره وهم مش مثل، انا بقول ان الغرب دول مش مثل بالنسبه لنا في حاجه، بس بتلاقي واحد عنده اكتر من 60 سنه ولسه ويتر. انما هنا يقول لك ده انا ويتر بقالي 3 سنين وهو مش عارف حاجه. يجي واحد مرات الناس تقدم ابلكيشن ويكتب لي اوبريشن مانجر. طب يا ابني الفود كوست بتعمل ازاي؟ مش عارف حاجه. طب انت بتعمل ده ازاي؟ طب دي ازاي؟ مش عارف. هو مش عارف، هو بس بيقول لك ده انا اوبريشن، ده انا ماسك 5 فروع. طب ماسكهم ازاي؟ ماسكهم من وسطهم ولا ماسكهم من فوق ولا ماسكهم من تحت؟ مش عارف يعني ايه ماسك،
يعني ايه ماسك حاجه وانت ما انتش عارف الاساسيات بتاعتها؟ يعني مثلا في اداره المطاعم في حاجه اسمها الار جي ام، يعني ريستورانت جنرال مانجر. يعني ايه مدير المطعم ده؟ بيعتبر ايه ده؟ بيعتبر مدير مشتريات ومدير مبيعات ومدير تسويق ومدير واتش ار ومدير صيانه. يعني المفروض يكون ملم بكل حاجه، ومدير وكوست كنترولر، ويعمل الحاجات اللي هي كل ما هو خاص بإدارة. ويجي واحد يقول لي أنا مدير، طب مش عارف حاجة، مش عارف حاجة، مش عارف يبقى حتى شخصيته في التوزيع، مش عارف يعمل توزيع للناس، مش عارف يخلي الناس تبطل رغي أثناء الشغل. بالعكس ده هو رغاي عمال يتنقل، ويجي يقول لك أنا مدير. مش مدير. مدير بتاع إيه؟ فالقيادة هي الفهم وتطبيق القيادة بشكل صحيح، تطبيق الإدارة بشكل صحيح، هو الطريق لأن احنا كل حاجة نشتغلها في أي مجال نعملها بشكل صحيح وتوصلنا للصحيح. في قائد صح، في شغل صح، في قائد غلط، كله يبقى غلط. شكرا.